وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست فيتا كير عيشها بصحة. يشرفنا النهاردة يكون معانا دكتورة نيلي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، مبسوطة جدا حضرتك معانا النهاردة. انا اسعد. وخصوصا حضرتك بتدي طاقة إيجابية كده جميلة في الفيديوهات بتاع حضرتك دايما، وكل الناس تتفرج عليها، مش بس أكيد الناس اللي بتبقى عايزة تفهم يعني. اتمنى الرسالة دي تستمر. تمام. بداية يا دكتور، أنا عايزة أتكلم عن فكرة التغذية، وإن التغذية أكيد مش مقصورة فقط على الناس اللي بتبقى عايزة تخس. وكلمة دايت بقى، وإنه ناس كتيرة أصلا بالنسبة لها كلمة دايت دي عاملة زي البعبع كده شوية. وبرضه في حاجة يعني دايما بحس إنه بشهادة ناس كتيرة إن حضرتك بتهوني على ناس شوية فكرة اللي هو أنا لازم أبتدي دايت. فإيه بقى السر؟ سؤال حلو جدا بقى يا دكتورة، لأن أنا بزعل جدا جدا بعد سنين وعمر طويل في الدراسة إن احنا نتصنف دكاترة دايت، لأن احنا تخصصنا هو تخصص التغذية العلاجية المكمل لكل التخصصات الطبية، سواء في حتة بقى الطب الوقائي إن احنا نتدخل عشان المرض ما يحصلش مع الدكاترة المتخصصين، أو إنه بعد ما المرض يتشخص ما يحصلش من المرض مضاعفات، فنتحكم في المرض عن طريق التغذية وعن طريق العلاج الدوائي. طبعا احنا يعني شغلانتنا صعبة ومعقدة وتخصصاتنا كتير، فحرام ان احنا نحصر هذا الموضوع في قصة الدايت. ليه بقى الناس بتشوف الدايت بعبع؟ عشان هو مرتبط بالبهدلة، تجويع والقهر والحرمان والخسسان اللي بعديه بترجعي تتخني تاني، فاليأس، فإحساس بالفشل، فإحساس إن إحنا وبعدين هنفضل نعمل دايت طول العمر، إلى أن أفضل طول عمري أعمل دايت لحد ما ربنا بقى يسهل وأفهم يعني إيه دايت بحقه حقيقي يعني. تمام يا دكتور، هو ده فكرة السوشيال ميديا حاليا، والترندات الجديدة اللي كل شوية بتطلع على السوشيال ميديا من أنواع دايت بقى مختلفة، دايت الوجبة الواحدة، دايت المية، صيام المتقطع. احنا مش هنخش قوي في الحتة دي، بس أنا عايزة حضرتك تقولي لنا نصيحة للناس اللي بتمشي ورا الترندات دي. يعني هي ممكن تكون مثلا بتجيب تأثير مع ناس كويس، وناس تانية ممكن ما بيكونش بتجيب معاها تأثير، بس بقى هل هي مضرة؟ يعني هي لو ما جابتش معاك تأثير هتضرك؟ طيب انتي يا حبيبتي لو تشخصتي سكر هتفتحي السوشيال ميديا عشان خاطر تتعالجي؟ أكيد لا. هي دي بقى المشكلة، ان احنا الناس مش بتصنفنا كتخصص طبي، فبالنسبة لهم بيستسهلوا الحصول على المعلومة عن طريق السوشيال ميديا. والكلام اللي انا بقوله ده مش رأي شخصي، ده عن طريق دراسات علمية اتنشرت في 2024، انه معظم النيوتريشن انفورميشن او المعلومات التي تخص التغذية الناس بتستسقيها وبتطلعها من السوشيال ميديا، مش من المتخصص. ما تروحش عيادة عشان تقعد مع المتخصص في التغذية العلاجية تبدأ تسمع منه، ودي كارثة، لأنه الكارثة دي بتؤدي للميس انفورميشن، يعني الناس بيوصل لها معلومات خاطئة ليست علمية. لأن للأسف الشديد السوشيال ميديا، أنا أسفة إن أنا بقول كده، بس إحنا بودكاست بيخاطب الجمهور فلازم أخاطبهم باللغة اللي يفهموها مني، هي سبوبة. يعني هو أسهل حاجة إنك تبقي في 3 أيام نيوتريشنست، تطلقي على نفسك أخصائي تغذية عشان أخدتي سيرتيفيكت في 3 أيام وعندك كاريزما وطلعتي معلومات من على السوشيال ميديا أو على النت وطلعتي. كارثة، لأنه بالدراسات برضو العلمية، ودي محاضرة أنا لسه عاملاها في مؤتمر الإيماستو. أول حاجة ميس انفورميشن، معلومات خاطئة. تاني حاجة تضليل، يعني أنا دلوقتي ممكن أقول لك على بحث علمي أدى إلى نتائج كويسة جدا مع دايت زي الصيام المتقطع، باترن اوف دايتنج أهو، طريقة دايت، وحضرتك تجربيه تخشي معايا في ايتنج ديس اوردر أو اضطراب شهية، لمجرد ان الدايت وطريقته مش لايقه على حضرتك، وانتي ما تبقيش عارفه ان عندك استعداد لهذا المرض. ممكن اعمل كيتو دايت فانتي تعمليه ده غلط، ما انتي مش الحسبه مش معموله لك صح، ماشيه ورا مثلا جروب على السوشيال ميديا، تخشي في بدايات فشل كلوي لانك كان عندك استعداد لده، ولوتي على الكلى عندك ببروتين فتره طويله من الوقت. فالموضوع مش ببساطه ان الترندات اللي طالعه على السوشيال ميديا اي حد ينفع يعملها، لانه ساعات بيبقى عندك مرض كامل يظهره انك ماشيه ورا ترند من الترندات. لا، انا لا انصح. اللي اقدر انصح بيه عن طريق السوشيال ميديا انك تعمليه، انك تغيري عادات، تفهمي ايه مشكلتك ايموشنالي نفسيا، لكن انك تمشي على دايت معين واقنعك انك لو ما عملتيهوش تبقي فاشله وما عندكيش اراده، دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لاي انسان محتاج يغير وزن. يعني فكرة يا دكتور انه دايت بيمشي مع الناس كلها دي مش مظبوطه. يعني حد مثلا عايز يبتدي دايت فبيسيرش على النت انا عايز دايت كذا، او ياخد من حد من اصحابه اوريدي مثلا متابع مع دكتور دايت، فمفيش دايت بيناسب الناس كلها. وده اللي بياخدنا لحته العامل الوراثي والدي ان ايه واهميتها اصلا في تظبيط موضوع التغذيه والدايت وهكذا. الجزء الاولاني من السؤال كنا قفلنا العيادات لو كان صح السوشيال ميديا هي السورس. الرد التاني انه احنا الناس الاوبيز مقربين على 900 مليون على مستوى العالم،
900 مليون شخص. طب السوشيال ميديا بتكبر ومزدهره، يعني المتخصصين وغير المتخصصين منتشرين. ليه الاوبيستي او السمنه بتزيد؟ يعني لو كان في خير ما كانش الناس بتخطط بالشكل ده. العامل الوراثي بقى هو اصلا العامل الاساسي والسبب الرئيسي للسمنه عند الناس اللي عندهم هذا المرض. موضوع بقى استخدام الدين ايه، عشان برضو ده ترند مظبوط. علشان اخسس، ده لسه قيد البحث. مفيش حاجه اسمها ان انا دلوقتي عندي حاجه مثبته علميا تقول ان انا اعمل لحضرتك ماب جينيه واطلع صفات معينه بناء عليها ارسم لحضرتك خريطه حضرتك تخسي عن طريقها. لسه لحد دلوقتي لم يثبت هذا علميا. بس كده الاساس هو تغيير نمط الحياه وتعديل السلوك وتغيير افكارك ناحيه الدايت والوزن والسمنه، وده ما ينفعش عن طريق السوشيال ميديا للاسف. طب يا دكتور، ثبات الوزن هل برضو بيبقى سبب كده؟ يعني في ناس مثلا بتبقى عايزه تخس وحاسه ان وزنها ثابت، انا اصلا ما باكلش كتير، باكل وجبه واحده في اليوم. انا في ناس تانية بتاكل اكتر مني ومش بتتخن زي ما انا بتخن، وزني ثابت ما بيقلش. فده برضو بيبقى اسبابه ايه؟ هل برضو ليه سبب عامل وراثي ولا له اسباب تانية؟ طيب، هو اسباب ثبات الوزن كتيره جدا، بس انت عارفه ان من الحاجات اللي بتشجع جدا على ثبات الوزن دلوقتي هي السوشيال ميديا. ازاي بقى؟ لانه في حلول كتيره جدا للدايت والتخسيس على السوشيال ميديا، وانا كدايتر ببقى عايزه اجرب مره الكورس الفلاني، اجرب الدايت الفلاني، اجرب النصيحه الفلانيه. في كل مره انا بجرب فيها بخس، وفي كل مره انا بسيب التجربه وما بقدرش اكمل عليها لانها مش لايقه عليا ومش لايف ستايل، حاجه هعملها مؤقتا بتخن تاني. ايه اللي يتخني تاني بقى؟ جسمي بيبدا يحس بالخطر والتهديد، لانه مع كل محاوله تخسيس بطرق اجريسيف او عنيفه انا بستسقيها من السوشيال ميديا بيخش في خطر. يعني هو بيبقى داخل في حاجه اسمها سرفايفل مود، انا عايز ابقى على قيد الحياه. فاول ما حضرتك تبطلي الوسيله دي وتاكلي طبيعي، يبدا الجسم يرسل مرسلات عصبيه لمركز الجوع عشان تاكلي اكتر ويتكون عندك دهون اكتر. لحد كده تمام. فتيجي تخسي بقى بالطريقه اللي على السوشيال ميديا التانية، تجدي صعوبه وتلاقي ان الدنيا اصعب وتلاقي نفسك داخله في ثبات وزن، لانه الجسم رافض ان هو ايه يبقى رياكتنج للي انت بتعمليه قوي، ان هو يبقى فيه رد فعل الطول الجديده، لانه حاسس انك بتبهدلي فيه وفي خطر برضو على حياتك. عرف يحافظ على نفسه، انا مش الثالثه يعني ده اكتر يخش ثبات وزن اكتر. حلا لمشكله ثبات الوزن لو هناخدها من جذرها انك تبطلي دايت، تبطلي تلعبي. ازاي بقى يا دكتور؟ يعني بصي، الدايت بمفهوم الحل، دايت الحرمان والجوع، دايت الفتره القصيره، المده القصيره، ده لازم يتبطل. لازم تبداي تعدلي من سلوكك وتعدلي من طريقه عيشتك اللي لايقه عليكي انت، تاكلي الاكل اللي هيستمر معاكي وتاكلي من تلاجتك، وما تقعديش تقلدي وتروحي قايله فلانه خست بالطريقه الفلانيه خس زيها. لا، هو الخسسان بتاعها لايق عليها وعلى عيشتها. فدي اول حاجه. تاني حاجه، نرجع بقى هو حصل ايه حوالين الدايت اللي انت بتعمليه. هتلاقي نفسك ما بتناميش عشان جعانه، كوابيس. هتلاقي نفسك عندك سوء تغذيه. الناس اللي بتعيش على الدايت مود دي ديفينتلي عندها سوء تغذيه. طب سوء تغذيه يعني ايه؟ يعني عندهم نقص في الفيتامينات والمعادن في الجسم، لانهم لا يستطيعوا الحصول على المعادن والفيتامينات الاساسيه اللي بيحتاجها الجسم لوظائف حيويه فيه عن طريق الاكل. ما هم عايزين يخسوا، فانت بتقولي لي ايه؟ وجبه واحده في اليوم. يا سلام، امال هتاخد الفيتامينات والمعادن بتاعتها منين؟ وانس حصل لك سوء تغذيه مفيش حرق. هو مش الحرق ده عباره عن عمليات كيميائيه اساسها ان حضرتك يبقى عندك من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده اللي تسمح بذلك؟ مفيش. حضرتك دلوقتي مش بتاكلي كويس، عندك سوء تغذيه، مش مركزه، طاقتك قليله، حضرتك مش عارفه تعيشي بشكل طبيعي، الاسترس ليفل عندك او الضغط العصبي عالي، مش بتنامي زي ما قلت لك، عندك لخبطه في الجهاز الهضمي. كل ده يسبب ثبات الوزن. وانس جسمك ثابت يبقى انت بتعملي حاجه غلط، وصلتي لمرحله سوء تغذيه، حرمان، زهق، جسمك رافض تماما انه يكمل في هذا المشوار اللي ممكن في الاخر يهدد بقائه على قيد الحياه. يمكن انا بتكلم ببرسبكتيف مختلف، بس هو ده البرسبكتيف الطبي او السبب الطبي لثبات الوزن والدايت المستمر. يعني هو لايف ستايل، يعني هو مش فكره حاجه، انت لايف ستايل كله بيتغير عليا. اكيد لا، انا عشتي زي عشتك، تلكتي زي تلكتك، اكيد كل لا. واحد فينا طريقه عيشته لايقه عليه. ازاي بقى نطلع على النت واقول لكل الناس تعملوا كذا، ولو ما عملتوش انتوا ولو مش عارف ايه، ولو ما قفلتوش بقكم، ولو ما بطلتوش سكر، كل واحد غير التاني. ما ينفعش ان انا اعمم قاعده فيها ريستريكشن، او ان انا اقفل على ناس باب واقول ان هو ده الصح وكل الناس لازم تمشي ورا ده. فانا يا عيني لما ما اعرفش امشي احس ان انا فاشل،
موضوع ليه عامل نفسي زي ما اتفقنا. يعني انا ببقى نفسيا حاسس ان انا مش عارف اوصل اشمعنى فلان وصل واشمعنى علان عمال يطلع لي ريفيوهات انه كنا عاملين محاضره في مؤتمر، فهم والله مش انا، هم جابوا زمايل لينا يعني بيطلعوا صور على السوشيال ميديا، فلان الفلاني خس 27 كيلو في 20 يوم، بيفور اند افتر في 20 يوم، صوره تعجيزيه. انا لما بقى ايه ده خلاص، ما انا بقى لي 30 سنه بقى يعني انا لسه كنت بتكلم عن حاله جات لي امبارح العياده، بدات الدايت من 14 سنه 100 كيلو، النهارده هي 134. فتخيلي شافت الصوره، شافت الله ده تقفل من مشكلتي هتخلص في 20 يوم وانا بقالي 14 سنه بعمل دايت. فاهمه قصدي؟ بالعكس انا بحس ان السوشيال ميديا مضلله، بتؤدي لثبات وزن وزهق وفشل، بتؤدي الى ممارسات تؤدي في الاخر لسوء تغذيه تخلي الحرق بعافيه. طيب حته حلوه جدا حضرتك اتكلمتي فيها، العامل النفسي، وانا بشوف حضرتك الصراحه بفيديوهات حضرتك دايما بتهتمي بالعامل النفسي بتاع الشخص اللي بيخس. هل الاسترس والعامل النفسي ممكن فعلا يخلي شخص يخس او ما يخسش؟ يعني او يزود وزن مثلا، شخص اللي مثلا شغله دايما فيه ستريس وطول الوقت ضغط عصبي عليه، ده يخليه يتخن؟ طب انا لسه جايه حالا من محاضره علميه عن علاقه المنتال هيلث بالاوبستي او الصحه النفسيه بمرض السمنه، بما ان احنا في شهر بنصور في شهر الصحه النفسيه. الدكتوره الله يفتح عليها، انا مش انا بقى اهو، هي اتكلمت عن العلاقه، المهم وصلتنا في الاخر انه الناس اللي بتعاني من زياده دهون وكتله دهنيه في الجسم عندهم قابليه اكتر من غيرهم انه يجي لهم منتال ديس اوردرز او مشاكل نفسيه، اللي هم طبعا وارثينها جينيا. يعني مثلا وارث عن اهلي ان انا يجي لي ديبريشن، اكتئاب، او انكزايتي، توتر او قلق مزمن، او اول ما كتله جسمك تعلى والدهون عندك تعلى يبقى عندك استعداد ان هذا المرض يظهر عندك. رحت انا رد على الدكتوره وقلت لها يا دكتوره، يعني احنا اما يجي لنا مريض بيعاني من السمنه نعتبره عنده خلل نفسي الى ان يثبت العكس؟ قالت لي بالظبط، اي مريض سمنه غالبا بيبقى عنده ديجري من الاكتئاب، يعني الليفل من ليفلز الاكتئاب، والاكتئاب ليه علاقه بتناول الطعام. يعني الاكتئاب من اعراضه انه البيشنت يا اما ياكل اكتر يا اما ياكل اقل، واكلك الاكتر او اكلك الاقل الاثنين في الشخص اللي عنده استعداد جيني وراثي انه يتخن بيتخن. يعني انت لك ان تتصوري ان اكل وجبه واحده في اليوم بيتخن برغم ان الكالوريز اللي داخله من الوجبه الواحده قليله، ولكن ده بيدخل الجسم في ستريس، كورتيزول هرمون بيعلى، انسولين قدامه بيعلى، كرش وتخن. وانا باكل وجبه واحده، واللي بياكل وجبات كتير وبيعمل حاجه اسمها نيبلينج، يقعد يلقط وياكل سكر وياكل، بيتخن هو كمان. فالفكره بتاعت الايموشنال ايتنج او الاكل العاطفي، قصه الخلل النفسي الذي له علاقه بالكتله الدهنيه، قصه ان انا نفسيا مش متاهل ولا متاهب ان انا اغير حياتي عشان اخس، وانا اروح مديكي رميالك ورقه كل ما تجيلي مش عامله اللي في الورقه او عاملاه ومش نازله بعدم الالتزام. المشكله فيك انت. بصي عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، انت بتقولي ان انا دايما بشجع وبربط الدايت بالنفسيه، ده مش انا اللي بشجع وبربط، ده العلم، ده اللي احنا بندرسه، ده الصح، ده الاساس بتاع شغلنا. للاسف محدش بيطبق هذا الاساس، قلما او بيطبقوه اساتذتنا اللي في عياداتهم اللي مش بيطلعوا على السوشيال ميديا، اللي هم ما لهمش ان قصه انا ماليش ان انا يعني روح او انا مش بتاع، انا شخص مش سوشيال ميديا، يطبقوا ده صح في عياداتهم. لكن اللي طالع على السوشيال ميديا مش دارس، مش ده تخصصه، مش عارف ومش فاهم انه الاصل في الموضوع مش انك تقولي بطلي لبن، بطلي سكر، على قد ما تقدري جوعي. وانا اللي في المعاناه على فكره، اللي بيقول لي ده مش يعنيش مش سمنه، هو طالع ينسخ بس، يعني هو قاعد منمق مهذب عامل كده وعمال يقول لي اوعي بطلي اللبن، هو اللي بيثبت الوزن، السكر مش عارفه ايه، وانا مش عارفه اعمل اللي هو بيقول، مش عارفه. لازم مساعده عشان اعرف المساعده بتبقى من مين؟ متخصص CBT اللي هو التعديل السلوكي الادراكي، ومتخصص يظبط لك اللايف ستايل. قصه كبيره قعدنا النهارده 3 ساعات نشرح فيها للمتخصصين. فطبعا النفسيه ليها علاقه بقصه زياده ونقصان الوزن. طب هو في اكل معين ممكن يحسن المزاج او طب خلينا نقول ان اول ما يبقاش المزاج ليه فيه مشكله، يعني ما يبقاش جوزك معاكي، ده مش سبب. اوكي، ما يبقاش جوزك معاكي لان عليكي وعندك مشكله كبيره بينك وبينه، والاكل اللي هيسعدك، لكن الاكل اللي هيديكي مسكن لفتره قصيره.
يعني مثلا نيمتي جوزك اللي معكنن عليكي وولاد اللي عاملين عليكي ستريس رهيب، رحتي قاعده بقى فرشه وجايبه بقى الحاجات اللي طعمها يحسسك بالحب ده والطبطبه. كان في مشهد عامله بيومي فؤاد عبر لان هو اكيد حاسس بده، عبر بشكل رهيب. قال لك ايه في المشهد ده؟ المحشي بيطبطب والله بجد بيطبطب، هو مش لاقي تقدير ومش لاقي طبطبه، مش عارف ياخد نفسه من كتر ما الحياه ستريسفول. فخلاص الناس بقى اللي مسببين له الاستريس في حياته دول يناموا ويجيب بقى حله المحشي ويقعد ياكل بقى، وياكل وهو مش حاسس كل قد ايه، ويفتح بقى مسلسل كوري ويمسك حله المحشي ويضرب كل المحشي اللي في الحله. فطبعا في اكلات خصوصا النشويات والسكريات بتعلي عندنا هرمونات السعاده بس لفتره قصيره خلاص، فده بيسبب نوع من انواع الادمان. يعني لسه كنا بنتناقش في الموضوع ده انا والطبيبه النفسيه، قالت لي انه اكسبريشن او تعبير ادمان الطعام ده لسه ما بقاش ابروف، يعني مش متفق عليه علميا، ولكن هو بيوصف حاله الشخص اعتمادي على انواع معينه من الاكل عشان ياكل. انا يعني بحس ان انا ستريس ريليفد وانا لما باخد الاكل ده، فيسبب لي سعاده بس مؤقت. فعشان كده بقى الناس لما حد دكتور دايت يجي يمنحهم عن كل ده ما بيكتئب، فلا كل حاجه بس. اما انا اروح فين؟ يعني انت قفلت عليا كمان النور والميه اللي انا باخدهم عشان ابقى كويس. حاضر وهروح احاول، مش بقدر استمر. ليه؟ عارفه ما بقدرش استمر؟ شو مش مديني مساحه اغلط، مش مديني مساحه اطلع بره السيستم، بيعايرني وبيضغط عليا وبيحسسني ان المشكله عندي. انا مره بيشنت قالت لي ان الدكتور طردني من العياده، دكتور الدايت، وقال لي شيطانك اشطر منك. هي جمله ايه علاقه الشيطان بالدايت والموضوع؟ شيطانها غلبها خلاها من وجهه نظره وخلاها تاكل وتطلع بره النظام اللي هو حاطته لها، فتخنت. تحلف له يديك يريك والله ما طلعت، ما حصلتش، شيطاني مش لا انا عارف، انا بقول لك ايه، شيطاني اشطر منك وطردها. دي مش ممارسات علميه صحيحه توصل الانسان اللي بيحاول يخس لبر الامان. مش صح يا جماعه، مش صح. طب مكملات غذائيه بتحسن المود شويه، لو حد بدل ما ياكل الاكل كتير ممكن يلجأ لبعض، او نقص فيتامينز في الجسم ممكن تكون سبب في ستريس او في. طب انا هقول لك بقى على حاجه. بصي فيتامين دي مثلا، لما جم يربطوا فيتامين دي بالسمنه لقوا ان مفيش علاقه مباشره ما بينه وما بين السمنه. لكن خدي عندك بقى بيعمل ايه؟ بيخلي فيه مود سوينجز، يعني المزاج بيبقى بعافيه، بيخلي فيه وجع وتكسير في الجسم، ده النقص. بيخلي فيه لخبطه في الجهاز الهضمي، بيخلي فيه مشكله عند هذا الشخص في الاكتيفيتي، يعني ما بيقدرش ان هو يقوم بالاكتيفيتي بتاعته بشكل لائق. بيخلي فيه وسم، يعني الانسان بيبقى حاسس تعبان. كل الحاجات دي لو البيشنت ده عنده استعداد ان هو يزيد في الوزن تزوده. يعني لو انت مش قادره تقومي تتحركي، فالفيزيكال اكتيفيتي بتاعتك النشاط البدني قل، تخني. لو انت بطنك بتكركب على طول وانت مش عارفه السبب، هتبتدي تقللي الاكل، ولما تعوزي طاقه تستسهلي وتاكلي الحاجات المسكره عشان الهضم والامتصاص بتاعها اسهل. لما حضرتك تبقي حاسه انك انت داون ومودك مش حلو، هتلاقي نفسك عادات وممارسات كتيره خلال اليوم بتعمليها عشان تحسن من هذا المود مش عارفه تعمليها، وده بيعلي الاسترس، يخليكي دايما ستريس اوت. فيمكن في فيتامينات لسه لم يثبت علاقتها المباشره بمرض السمنه، ولكن الاعراض الجانبيه نقصانها تؤدي الى زياده الوزن وممارسات خاطئه عند الناس نتيجه ان هم عندهم هذا النقص. فمثلا انت عارفه طبعا فيتامين دي ده في ديبيت عليه، يعني الخلاف العلمي عليه كبير، ولكن انا بقول لك ودي حقيقه والله، يعني ربنا يحاسبني عليها. انا بقالي 15 سنه عايشه مع الحالات روتينلي بعمل لهم فيتامين د. اساتذتنا اللي بيقولوا لنا ان فيتامين د كده هتلاقيه ناقص. طيب ماشي، انا مع حضرتك، مش انا كده هلاقيه ناقص. هو فعلا بيطلع ناقص، ويمكن بيطلع ناقص عندي انا شخصيا، بس لما بصلحه مع الحاله بيختلف تماما جدا الاداء. البرفورمانس بتاع الحاله معايا، هي بتحس انها واحده ثانيه، وهي بتشتغل معايا على السيستم مش على الدايت، هي بتحس انها واحده ثانيه. يعني هي مش فكره ان احنا بنكتب مكملات وخلاص، هي برضو في حاجه اسمها كلينيكال سنس. لسه المكملات ما عليهاش ايفيدنس قوي يربطها بمرض السمنه، ولكن مع الممارسه والخبره مع الحالات
لقينا انه كثير من المكملات بتساعدنا جدا في القصه دي. تعالي للمالتي فيتامين بقى، المكملات اللي هي ايه؟ فيها فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده والى اخره في العلبه الواحده. في ناس بتهاجمها وناس بتشتغل بيها. طب احنا عملنا ويبينار بقى علميه، احنا كل شهر بنعمل ويبينار كده، بنجيب استاذ من اساتذتنا واستاذه كبيره جدا في التغذيه طلعت بحث علمي بيقول ايه؟ كده الانسان اللي بيعاني من السمنه عنده سوء تغذيه. مستحيل يكون حد مكتمل الاوصاف وهو عنده من الدهون اللي مدخلاه في حاجه اسمها برو انفلاماتوري ستيت، او وضع التهاب مزمن واستعداد لامراض والى اخره. طريقه اكله نفسها غلط. فكده احنا بنكتب المالتي فيتامين روتين للحاله اول ما بتبتدي معانا. هي بتبتدي معانا وده في اول روشته بتتكتب للحاله. انا بتكلم عن الممارسه العمليه، ما بتكلمش هنا على علم بيقول. هي المكملات الغذائيه موجوده وليها استخدامات متعدده. فانت جايباني كحد بيشتغل بقاله كتير مع الحالات، وبقول لك انه المكملات الغذائيه في كثير من الاحيان بتدي للبيشنت بتاعنا بوش، سواء طاقه سواء احساس حتى نفسي ان هو بياخد من الغذاء اللي هو محتاجه، وبيبدا بالتدريج يصلح من عاداته الغذائيه. ممكن وقت من الاوقات ابطلها، بس لما اطمن واضمن ان البيشنت اتغير سلوكه ووصل ان هو ياكل الاكل المتوازن اللي يدخل له كل هذه الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها. لان جزء كبير من نجاح البيشنت معايا هو الاداء، ان الحاله تبقى حاسه ان ادائها اثناء الرحله بتاعتنا كويس، ما بتتعبش، ما بتجوعش، طاقتها عاليه، في احساس ان هي، وانا بتكلم على البراكتس بتاعي انا، احساس ان هي بتتحسن صحيا. فدي من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا. في مكملات تانية احنا بنستخدمها عند الحاجه وبرضه باي براكتس بالتجربه. زي مثلا احنا عندنا معظم الحالات للاسف خصوصا الستات، يعني ما برضه كنا لسه بنقول الكلام ده في المحاضره، عندهم سليب ديبريفيشن، يعني مش بيناموا كويس. يعني الراجل بحكم العادات والثقافات الراجل شقيان، الست بتهيأ له الجو المناسب للنوم، هيقفل الباب مش عايز صوت، صح خلصت. لكن هي اللي هتقفل وهتاكل وهتنيم وبعد ما يناموا هتاكل بقى، تفرش وتاكل بقى الاكل العاطفي قدام المسلسل وبتاع. فهي بتستخسر تنام، بتبقى حاسه ان هي لو نمت هتصحى تاني تعمل نفس الحاجه. دي من الحاجات اللي بتحصل سلوكيا. والحاجه التانية ساعات كتير يجي لنا الحالات اللي عندها بقى ارق، متعرفش تنام بسهوله، اوفر ثينكينج بتاع. فمن المكملات اللي بتفيدنا جدا في القصه دي، وانا برضو ما بتكلمش على العلم، بتكلم على البراكتس، المغنيسيوم من الحاجات الممتازه في موضوع النوم، خصوصا بقى لو صاحب عدم النوم عرض تاني زي الامساك. حالات كتير جدا، وانا مش عايزه ادي ملين، انا مش عايزه البيشنت يعيش على ملين وبعد ما يبطل الملين يجيله امساك اكتر من الاول، بعد طبعا ما بطمن انه ما عندوش سبب عضوي للامساك كطبيبه، واحول على جهاز هضمي ويقول لي انا مريض وامساك مزمن، ما انا اصلي وارث الامساك عن اهلي. عنده ممكن يكون سلو جاستريك ايميتنج، عنده سلو في الموتيليتي او في الحركه بتاعه الامعاء، عنده فيها بطء او كذا وراثيا، ولكن الامساك بيأثر سلبا على الوزن. انا لما بقى عندي امساك على طول بطني مليانه، عندي امتلاء دائم، هاكل ايه بقى؟ مش هاكل، هستسهل واكل سكر، ما هو انا مش جعان، او لما باكل بتعب، فاهمه قصدي؟ فالامساك لازم اتخلص منه وانا بخسس الحاله. طب ايه اللي انا اقدر اعمله مع الحاله دي؟ له مغنيسيوم من الحاجات اللي بتفيدنا جدا في موضوع الامساك. البهدله اللي احنا فيها وعدم التركيز، وتحسي ان انت يا عيني في حاجات، في احداث بتقع. انا مش عارفه بتكلم عن نفسي. ايوه الناس لو على فكره الناس كلها دلوقتي بقت تحس انها مش مركزه او بتنسى او ذاكره، ومن سن صغير يعني. ايوه من سن صغير وبينسوا من دلوقتي ذاكرتهم. والله انا بكلمك بجد، في احداث بتقع الواحد يقول ايه، اجيبه زايفر ولا ايه الموضوع. فمن ده شكوى يونيفرسال لرجاله وستات اطفال. فمن الحاجات اللي يوصى بيها طبعا ان احنا ناخد المصدر بتاع الاوميجا 3 من الاكل، طبعا ما فيش كلام، بس الموضوع الالتزام بيه صعب. يعني ان انا مثلا اطلع لك القدر اللي المفروض تاخديه من الاكل من الاوميجا 3 وحضرتك تاخديه بانتظام خلال الاسبوع بشكل مستمر، دي حاجه بتبقى زي الجايد لاينز، وجبتين سمك كل اسبوع. ده سمك، ما هو بالظبط. لا ومحدش بياكل سمك لا مرتين كل اسبوع مع الاسعار. سلمون انت عايزه، وخلينا مش اي سلمون، حاجه طازه كده، يعني تروحي بقى ريستورنت، يعني حاجات بتبقى يمكن صعبه. سردين، تعيشي على سردين بقى،
الحاجات اللي هي دي. فاذا حصل وبتاخدي المصادر الرئيسيه للاوميجا 3 خلاص. لكن هو العادي والغالب تاني انا بقولها لك وانا اول متخصصه، اللي بيحصل معايا ان انا بحتاج مكمل الاوميجا 3 بيفرق جدا جدا في التركيز. طبعا الموضوع ده عشان بس ما نعممش، يعني في ناس بيفرق معاها جدا وبيدي نتائج مبهره، وفي ناس ما بتحسش قوي، في ناس بيبقى بلاسيبو بالنسبه لها. لكن الاكيد انه اللي بياخده وبيبقى ليه تاثير في صحته، سواء بقى الاوميجا 3 فيتامين دي مالتي فيتامين، يفرق معاه جدا في الجيرني بتاعتنا واحنا بنلبس جدا. طيب ما هو الكلام جميل جدا. انا بس يا دكتور الجزء بتاع المكملات والفيتامينز والمينرالز عشان ناس كتيره بتتلخبط فيها او ما بتبقاش عارفه تبتدي منين. انا عارفه ان انا ما باكلش اكل صحي دايما او اكلي ضعيف، او انا عارف حاسس ان انا جسمي محتاج فيتامينز ومينرالز. هل بياخد مع نفسه يروح لدكتور في تحاليل معينه بتتعمل يعرف انا ابتدي منين، او يعني ممكن تبدا بده وده وبعد كده الاهم فالمهم يعني؟ فرأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ طب انا رايي الاول ان احنا ناكل صحي، يعني الاول لازم اسعى دايما ان انا اكل صحي، وبلاش موسم الاكل بانه صحي وغير صحي. انا عايزه بس الناس تاكل من بيتها اكل متوازن. خلاص، في صفات بقى للاكل، يعني لو الاكل بتاعك، وانا بقى دايما بطلع وبتكلم عن هذه الصفات وبقول للناس واللي بيجي لي العياده بقول له انه لو كلت اشهر دايت، لو كلته بشكل متوازن شبه يومي، ده هيغنيك عن اي مكمل. اللي هو ايه؟ دايت دول البحر الابيض المتوسط، اللي هو يبقى يوميا في فقره سورس للهيلثي فات او الدهون الصحيه اللي هي جايه من زيت الزيتون، من المكسرات النيه او نص تحميص، من السمك بتاع المحيط اللي احنا اتكلمنا عنه. ان لازم يوميا يبقى عندك حصص معينه للفاكهه والخضار عشان يخش جسمك الالياف والبوتاسيوم. ان يوميا يبقى عندك سورس او مصدر ليه اللي هو الجرينز اللي هي الحبوب الكامله عشان فيتامين بي وعشان كل يوم لازم يومك يبقى فيه هذا الاكل المتوازن. انا بنصح اهو، تعالي بقى اعمل 24 اور لكل اكل انا شخصيا. هل انا بقدر اجيب التفاصيل دي كل يوم؟ وانا بتكلم من البراكتس او من الحياه العمليه. لا طب مستحيل. ده في ايام الواحد ممكن ينسى اصلا صح. ياكل تفاصيل اكتر من الوجبات الرئيسيه، ده لو كلهم غصب عن. يعني انا يوم العياده عندي غير اليوم اللي فيه تصوير، غير اليوم اللي انا طالعه فيه رايحه مثلا عياده تانية بره اسكندريه، غير ايام تختلف. فهل احنا بنقدر نجيب ده كل يوم؟ ممكن انت كأم تحرصي على ده لابنك، لكن انت كأدلت صعب جدا. خلاص، فساعتها فكرة المكملات الغذائية ممكن تنجح هنا. تعالي بقى لموضوع هو انا اعرف منين انا محتاجة ايه. هو طبعا الصح، خصوصا لو في فئات عمرية معينة، لازم بعمل تشيك اب مع دكتور باطنة كل فترة. كل مثلا لو انا فوق ال 30 على حسب عندي ريسك فاكتور او عامل خطورة، قصص بقى كده كتير، بعمل مثلا كل 6 شهور. لو انا فوق ال 40 بعمل مثلا كل 3 شهور وهكذا. فور تشيك اب، عشان لو انا عندي اي نوع من انواع الاستعداد الجيني الوراثي لاي مرض بيظهر قبل ظهوره. وعلى فكره يعني ممكن يظهر عندك انك عندك استعداد للسكر والى اخره. في بقى حاجات روتينيه بتتعمل، يعني زي مثلا كالسيوم، زي فيتامين دي، زي اشوف عند حضرتك عندك نقص فيتامين بي. في حاجات انا ممكن اعملها بالتحاليل وتظهر وتطلع حضرتك عندك نقص ولا لا، او بناء عليه تاخدي المكمل اللي بيكمل هذا النقص. وفي حاجات ما بتطلعش في التحاليل، ما بتطلبش او مش موجوده اصلا في التحليل، لان هي مش هترفلكت الرقم بشكل صحيح، او غاليه جدا. زي مثلا فيتامين د ما ينفعش حضرتك تاخديه من غير تحليل. لكن زي ما قلت لك، البيشنت اللي بيجي عندنا غالبا بقاله سنين وسنين بيعمل دايت، زي ما واحده بتقول لي ب 14 سنه بعمل دايت واون اند اوف مع الدايتنج، وعلاقتها سيئه بالاكل، هي خلاص وصلت لمرحله ان الاكل بالنسبه لها هو سبب مصيبتها في الحياه، ابتلاءها بالحياه. فاكيد ما بتاخدش من الطعام الفيتامينات والمعادن المتوازنه اللي هي محتاجاها عشان تعرف تعيش، مش عشان تعرف تخس. فبالتالي لازم انا روشتتي الاولانيه معاها ببدا معاها بمالتي فيتامين. عندي فرايتي بقى من المالتي فيتامينز على حسب. في دلوقتي مالتي فيتامينز بتبقى متصنفه على حسب الاطفال، الكبار، رجال، سيدات، وبيبقى فيه اهتمام ببعض المكونات اللي جوه المالتي فيتامين اللي ممكن زي ما قلت لك البرفورمانس او الاداء هو اهم حاجه اللي تحسن من اداء الشخص ووظائفه الحيويه. فاهتمامنا بالفيتامينات والمعادن ممكن يكون بشكل غير مباشر هيحسن جدا من اداء مريض السمنه. تمام. جزء بقى مهم حضرتك قلتيه في وسط الكلام، مريض السكر والعامل الوراثي. في ناس مثلا بيبقى عندها اوريدي في العيله تاريخ مامتها باباها عندهم السكر،
فهل ممكن لو ابتدت بدري انها تخلي بالها من اكلها، تاخد فيتامينز معينه تحمي نفسها او تاخر ظهور مرض السكر او امراض تانية زي الكوليسترول؟ بصي، الامريكان دايابيتيك اسوسيشن او الجمعيه الامريكيه لامراض السكري عامله مرجعيه علميه للناس اللي عندهم استعداد لمرض السكر. الناس دي احنا بنشخصهم عن طريق التحاليل، ان هم بيبقى السكر الصايم بتاعهم معدي 100 ولسه ما وصلش للرقم بنشخص بيه مرض السكر، او التراكمي معدي 5.6 وبرضه لسه ما وصلش لل6.5 اللي بنشخص بيها مرض السكر. فهو ولا منه حد طبيعي ولا منه حد مريض. التوصيات ركزت على فقدان الوزن. اول حاجه واهم حاجه لازم تحصل لهذا المريض طالما عنده زياده في الكتله الدهنيه، انه ينزل من وزنه حوالي 7%، ومنها الى النقص في هذا الاستعداد بنسبه 56 او اكتر في المية. يعني انا مجرد مهتم بوزني ده هيفرق كتير جدا، هيجيلي سكر ولا مش هيجي، على الاقل هيأخر ظهور هذا المرض. خصوصا بقى انه للاسف الشديد اساتذتنا دكاتره السكر خلاص نوهوا ان مش شرط تتشخصي سكر عشان المضاعفات بتاعه السكر تظهر. يعني انت عارفه مضاعفات السكر اول حاجه بنخاف عليها هو القلب. السبب الرئيسي الذي يؤدي للوفاه لمرضى السكري هو امراض القلب، انت متخيله؟ فممكن لا قدر الله يحصل ضرر للقلب عندك وانت مش متشخصه سكر صريح. فانت كده كده لازم طالما عندك استعداد لمرض السكري تخسي. نرجع بقى للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هتخسي ازاي؟ هتخسي ازاي وانت تعبانه؟ هتخسي ازاي وانت عندك سوء تغذيه؟ هتخسي ازاي وانت معتمده على انك تمنعي عشان خاطر تخسي؟ اسلوب حياه. فاحنا لازم نعمل زي كماشه كده على المريض، نشوف ايه اللي ناقصه من الفيتامينات والمعادن، نشوف هو ما بيخسش ليه، نشوف العادات اليوميه والغذائيه الغير سليمه اللي هتخليه لما يصلح ده يستمر عليه، فيبقى مضاعفات السكر ابعد بنبعدها. فطبعا موضوع التغذيه العلاجيه وعلاقتها بالسكر ومنعه لينك قوي جدا. ما جبتلكيش سنه سيره بقى انه نشيل نشويات، مش الكلام ده في المرجعيه العلميه، مش انا انه المهم تخسي بما يليق عليكي بقى. يعني مش حد بقى لازم اشيل نشويات خالص ولازم اعمل مش عارفه ايه، مش الكلام ده. اهم حاجه اخس من كتلتي الدهنيه واحافظ على صحتي. زي وجع المفاصل، يعني في ناس مثلا بيبقى وزنها زياده شويه وبتبقى عايزه علاج لوجع المفاصل، المفروض تخس. ما يتربطش بقى، ما يتربطش، انا عايزه علاج بس بان احنا نشيل عنصر غذائي، ما يتربطش ده. المهم يخس بما يليق عليه. تمام. فدكتور بما اننا داخلين بقى على الشتاء والبرد بتاع الشتاء هتيجي بقى هو داخل والناس بتحب تاكل في الشتاء اكتر، واحنا احتياجات جسمنا او شهيتنا بتختلف من فصل للتاني، لان الناس بتحس انها بتجوع اكتر في الشتاء وبتاكل اكتر في الشتاء. هو الناس مش بتحب تاكل في الشتاء اكتر، هو الناس محتاجه تاكل في الشتاء اكتر، لانه انت لما درجه حراره الجو بتقل جسمك لازم يرتفع بدرجه الحراره عشان يوصل للمعدل الطبيعي اللي هو 37. فايه اللي بيحصل؟ الجسم عايز طاقه عشان يحولها لحراره، فاهمه قصدي؟ فطبيعي كلنا شهيتنا تتفتح في الشتاء، ده طبيعي. بس في المقابل الجسم بيحرق اكتر في الشتاء، هو عشان جسمك يتحول من درجه حراره لدرجه حراره اعلى يحرق. هي دايره مفرغه. هو اللي بيدخلنا في الشتاء مش الشهيه، اللي بيدخلنا في الشتاء الكلفات، ان احنا في الشتاء ما بنتحركش وما بنخرجش وما بنعملش الممارسات اللي بنعملها في الصيف. في كمان بيبقى في حاجه اسمها اكتئاب موسمي بيحصل لناس كتيره جدا مع دخول الخريف والشتاء، ان هم اول ما الدنيا تبدا بقى الشمس والدنيا تبقى بالجو ده يقول لك انا بكره الشتاء، انا ما بحبوش، انا بتاع، بيخشوا في اكتئاب موسمي يخليهم يشتهوا سكر ونشويات وحلويات، ويقعدوا بقى متكلفتين مش عايزين يطلعوا بره البيت خالص، فترات طويله نايمين، والحاجات السخنه بقى في ايديهم طول النهار والاكل والسكر وبتاع، فبيتخنوا. لكن الشتاء بريء، انتوا اللي مش كويسين. طب الاكل بالليل يا دكتور، علشان انا عندي ماما في البيت لاغيه وجبه العشاء دي، انها وجبه العشاء دي بتتخن، والله لاغيه لنا من زمان جدا. فالاكل بالليل بيتخن ولا لا؟ واخر وجبه امتى يعني لو هو بيتخن؟ يا ماما الدكتوره هاجر. ايوه والله لاغيه عندنا من زمان. لا ماما الدكتوره هاجر، هذا الكلام غير علمي، مش حاجه اسمها الاكل بالليل بيتخن. الكالوريز او السعرات الحراريه الصبح زي بالليل. اللي بيحصل انه بالليل السيركاديان ريزم للهرمونز او الهرمونات بتاعه الجوع والشبع والحرق بتبقى كفاءتها اقل بالليل. وده مش معناه ان انا لما اكل بالليل هتخن، لان انت مش بتعاملي معامله بالليل
وبسيب انا الصبح واطلعه من المعادله. انا بعامل معامله اليوم وانا بقول لك ده عن يقين، ان انا بخسس حالات وجبتهم الرئيسيه بالليل. يعني انا عندي راجل شقيان بقاله طول النهار بيلف وبيدور حوالين نفسه كده، ونفسه ياكل من اكل بيت مراته وعايز ياكل من اكل البيت النظيف. اقول له انا لا، بص ده انت بعد الساعه 7 مش هتاكل يا ستي. ازاي ده انا برجع جعان حمود. لا لا لا, لا مش هتاكل. فهيمشي خلاص مش هيعمل حاجه، هو لازم ياكل بعد الساعه 7. انا اعمل ايه بقى؟ اقسم له اليوم، انظمه له، انقل له الغدا مكان العشاء، واطلع العشاء مكان الغدا، ووزع في اليوم وجبات بسيطه خفيفه ياكلها وهو في الشغل، واظبط الميه بتاعته، واظبط انه ياكل خلال 12 ساعه في اليوم، واخليه يتحرك في الوقت اللي ينفع يتحرك فيه، بيخس بيبقى زي الفل. انتوا بتوصموا الاكل ان هو اللي بيتخن، وعمالين تجروا ورا الترندات والاشاعات دي كلها اشاعات يا ماما الدكتوره. اكل بالليل ما بيتخنش طالما انا اكلي متوازن، يعني الوجبه دي محسوبه من نظام اليوم. تمام؟ دي اول حاجه. باكل وانام هتخن ليه؟ مش فاهم. يعني هو الاكل بيعرف يزينه بالليل؟ مش عارف. طيب هو تاكلي وتنامي لو انت عندك مشاكل في الجهاز الهضمي تتعبي، يعني يحصل ارتجاع، يعني ممكن تصحي بالليل وانت على كابوس تعملي كده تشهقي، لانه الاكل ما اتهضمش. الاكل بيقعد حوالي من 2 ل4 ساعات من اول الهضم لاكتمال الامتصاص، وانه خلاص الجسم يبدا يتعامل معاه. يعني فانه انا يبقى عندي هذا الاستعداد واكل وانام ده بيتعب جدا خلاص، لكن ملوش علاقه ده بالتخن، ملوش علاقه بالتخن. طيب مشاكل الجهاز الهضمي بقى والبروبايوتيك. بصي بقى خلينا نتكلم عن حاجه اسمها الميكروبيوم. والميكروبيوم يعني البكتيريا النافعه اللي موجوده في جهازنا الهضمي المسؤوله عن مناعه الجهاز الهضمي. يعني هي كانها الحصن او الخط الدفاع اللي بيمنع دخول الكائنات الغريبه والامراض وحاجات كتيره جدا للجسم. حلو كده؟ للاسف ممارساتنا التغذويه الخاطئه ان احنا بناكل دايما اكل مصنع، بناكل اكل جانك اللي هو مش عايزه اقول من الزباله، هو جانك يعني زباله، بس خلينا نقول اللي هو بيتباع طعمه حلو، ده اللي مليان دهون وتقعدي كده تاكلي فيه وتبقي مبسوطه. الاكل اللي بيغير من البكتيريا النافعه ويحولها لضاره، يخلي السترينز او نوعيات البكتيريا الضاره اكتر من النافعه. فهنا يجي دور بقى ان حضرتك الاول برضو تعدلي من نظامك الغذائي، حاولي على قد ما تقدري تاكلي من اكل البيت، بدل ما ناخد صلصه جاهزه مثلا نعمل طماطم، بدل ما يبقى دايما الاكل معلب نعمله طازه، وهكذا. وفي بعض الاحيان مع بعض الناس اللي عندها مشاكل جهاز هضمي واعراض بيج احنا مش عارفين نحل الاعراض دي، لما بياخدوا بروبايوتيك، واللي هو موجود على فكره بشكل مثلا طبيعي في مثلا مخلل مثلا مش عارف ايه، لفت ايه، خيار ايه، الكلام ده، لكن ساعات بنلجأ للبروبايوتكس اللي هي موجوده في المكملات. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تساعد جدا الناس دي. تاني ممكن ده ما يكونش موجود بشكل قوي لسه في العلم، بيتعمل عليه دراسات كتير بس لسه مش موجود بشكل قوي، لكن مع الممارسه ينفع حالتها. نصيحة أخيرة بقى يا دكتور نيلي لكل الناس اللي نفسها تبتدي دايت وخايفة أو عندها اكسبيرينس سيئة للدايت من قبل كده، فحضرتك تنصحيهم بإيه؟ يعني يمسحوا كل اللي فات دوت؟ ولا دكتورة هاجر أنا بنصح اللي ناوي يعمل دايت إنه ما يعملش ده. بجد والله دي أحلى كلمة يسمعوها غالبا. هو أنت مش محتاج دايت عشان تخس، أنت محتاج إن أنت تقنن كميات الأكل وتاكل من المتاح عندك في البيت، طالما الزوجه هي اللي عاملاه او الام هي اللي عاملاه او انت اللي عامله شخصيا بايدك. لان انت عشان عامله بايدك انت عارف انت حاطط ايه وكميات ايه، وعمرك ما هتتمادى وتعمل الممارسات اللي بيعملوها المطاعم والى اخره عشان تحول الاكل مثلا لحاجه مغريه او مختلفه. فاي اكل بيتاكل جوه البيت ينفع ناكله ونخس، ولو وزعناه وقنناه في طبق وظبطنا وجباتنا خلال 12 ساعه في اليوم، وزعنا ميتنا مع مثلا الأذان، لأنه أذان ربنا بيقسم اليوم بشكل ممتاز، وابتدينا نتحرك بما يتناسب مع قدراتنا، وناخد بالنا من الكلمة دي، ما نروحش بقى جيم بقى واتنطط وانا 130 كيلو وبعدين اقول رجلي واقعد بقى شهرين في البيت، وبعدين يبقى في كوتش جوه الجيم هو مش فاهم انه انت عندك حاجه اسمها ماسل فاتيج، او ان عضلاتك مرهقه من كتر الارهاق نتيجه الدهون اللي عليها، هو مش واخد باله من كده، عمال يشجع ويقول لك عايش وبتاع، يعني في الاخر ايه؟ في الاخر انت حاسس بالفشل، انت برضه مش عارف تعمل رياضه، دايره فشل. لا، اعمل المناسب لحضرتك وشوف ايه اللي ناقصك من الفيتامينات والمعادن، اعمل التحاليل الروتينيه وشوف ايه اللي ناقصك وكمله،
وما تفكرش في ميزان، وما تتكلمش عن موضوع الدايت ده مع حد خالص، وسيب نفسك شهر 2 3 هتخس وهتدعي. انا مبسوطه جدا يا دكتور حضرتك كنتي معانا النهارده، ونتمنى كده ان الناس كلها تستفيد من كلام حضرتك وان شاء الله تبقي معانا دايما يعني. انا اسعد يا دكتوره هاجر، كتر خيرك، كنت جميله النهارده. ربنا يخليكي يا يا حبيبتي.